ليه مش كفاية إن الأخصائي النفسي يشتغل لوحده؟ كتير من الأخصائيين أول ما بيبدأوا بيبقوا متحمسين جدا، وبيبدأوا شغلهم وهم متحمسين وعندهم أدوات وشايفين إن هم يقدروا يساعدوا الناس فعلا، بس بعد شوية بيتفاجئوا إن في حاجات أكبر من قدرتهم، وإن ممكن تكون الحالات محتاجة أكتر من مجرد جلسة نفسية. الحقيقة إن العلاج النفسي بطبيعته مش حاجة فردية. العلاج النفسي جماعي، بيشترك فيه الدكتور وبيشترك فيه الطبيب وبيشترك فيه الأخصائي الاجتماعي، والناس دول مش بينافسوك، الناس دول شركاء بيشاركوك في عملية الخروج الآمن بالحالة أو المريض لبر الأمان. أنت كأخصائي بتشوف السلوك والمشاعر والتجارب وكل الحاجات دي، والطبيب بيشوف الكيمياء اللي في المخ والهرمونات والتوازن العصبي اللي بيحصل في فترات وفترات لأ. يعني ببساطة أنت بيبقى عندك شبه نص الصورة، وهو ممكن يكون عنده النص التاني. لما انتوا الاتنين بتتجمعوا بيبدأ يحصل عملية التكامل. في حد تاني برضو بيشترك في الموضوع ده، ومهم جدا ان احنا نكون مؤمنين بدوره، وهو التمريض. التمريض ده بيبقى العين التانية ليك كأخصائي نفسي، لأن التمريض بيقضي وقت كتير جدا مع الحالة. ممكن يلاحظ تغيرات في أوقات أنت ما كنتش موجود مع الحالة فيها، وبالتالي بيسمع كلام المريض وبيشوف ردود أفعاله في لحظات معينة. اللحظات دي أنت ممكن تكون مش موجود فيها فعلا، وده بيسمح له إن هو يبدأ ينقل لك كل الكلام ده. نفس الموضوع بالنسبة للأخصائي الاجتماعي، ده اللي بيبدأ إن هو يفهم خلفية المريض. المريض ده جاي منين، عايش في بيئة عاملة إزاي، مين هم اللي حواليه. كل دي أسئلة بتجاوب عليها من خلال الأخصائي الاجتماعي، اللي بيساعدك على إنك تبدأ تفهم الحالة بشكل أكبر أو بشكل أعمق. ده معناه إن التيم في شغلنا كأخصائيين نفسيين ده مش جزء من الرفاهية، بالعكس ده أمان ليك وللحالة أو للمريض. يعني لما الحالة تكون في خطر، وجود الدكتور معاك في الوقت ده مش هيبقى رفاهية، ده ضرورة. لما المريض يرفض الدواء ممكن يسمع منك، يقتنع. عشان كده لازم الفريق كله يتكلم بلغة واحدة. لو العلاج محتاج يتغير، فالفريق هيقرر ازاي يغير العلاج بشكل أسرع وبشكل أدق. فمش كل حاجة في الحالة بتبان في الجلسة. المريض ساعات بيقول لكل واحد من الفريق على حاجة غير التانية، فده بيتطلب من الفريق ان هو يبدأ يدور على الحاجات اللي بتتقال هنا والحاجات اللي بتتقال هناك، ويتكلم مع بعضه ويبدأ يتشارك، بحيث ان الصورة تبقى كاملة، وان الحالة يتم خدمتها او يتم تقديم الخدمة ليها بالشكل المظبوط او الشكل الصح. ليه ناس كتير ما بتشتغلش كده؟ لان ممكن تكون في ناس بتخاف، او في ناس عندها ما بتقدرش ان هي تنسق الشغل بالطريقة دي، او ما عندهاش القدرة على ان هي تنظم العملية دي. وبيكون في بعض ناس تانية بيقول لك انا كفاية، لكن في الحقيقة ما فيش حد بيبقى كفاية لوحده. النجاح في الشغل ده محتاج احترام للتخصص، محتاج ان يبقى في تعاون، محتاج ان يبقى في مشاركة ما بين الافراد كلها اللي موجودة في التيم بتاعك. وكل ما انت كنت قريب من التيم او من الفريق بتاعك، كل ما قدرت تساعد الحالة بشكل احسن، وفي نفس الوقت بتحقق لنفسك حماية تقدر من خلالها انك تشتغل بشكل من الامان والثقة مع الحالة اللي انت بتشتغل فيها. خلاصة الكلام اللي بنقوله ان الشغل الجماعي بالنسبة للاخصائي النفسي هو مش رفاهية، ده امان. ده بيضمن لك النجاح، وده بيضمن لك ان يبقى فيه عوامل تسندك اثناء عمليه الشغل. فعشان كده انت بتبقى محتاج في بعض الاوقات انك يكون عندك شبكه دعم. شبكه الدعم دي بتشتغل فيها مع الدكتور، وبتشتغل فيها مع الممرض، وبتشتغل فيها مع الاخصائي الاجتماعي، وكل دول لازم يكونوا جزء من الفريق اللي بيشتغل في نفس الوقت. مش بس ان هم يكونوا موجودين لمجرد ان هم موجودين، لا، هو كل ده لازم يكون بالتنسيق، كل ده لازم يكون في ضوء ادوار محدده، وفي نفس الوقت يبان ايه هي دوائر التعاون اللي ما بينكم، والادوار اللي كل واحد منكم هيعملها خلال فترة تعامل مع المريض او مع الحالة.